هو اصلا الكرييشن بتاع البروجرام ده طلع ازاي؟ هو الكرييشن بتاع البروجرام ده طلع 2010 بسؤال كده وجودي: ماذا لو كنت اتعلمت البروجكت مانجمنت والمانجمنت سكيلز دي وانا في الجامعه؟ كان إيه ممكن يحصل؟ طب ماذا لو كنت اتعلمت ده بقى قبل ما اخش الجامعه؟ كان ايه اللي ممكن يحصل؟ ومن هنا طلع بقى الحلم، حلم ان انا اعلم الاطفال ازاي يستخدموا البروجكت مانجمنت سكيلز في حياتهم. والكلام ده خد مني اولموست 5 سنين. 5 سنين انا بتعلم ازاي اطلع لمستوى على الاطفال، لان هو احنا مش بننزلهم، هو عقلهم اكبر مننا بكتير. احنا بنحط ليميتيشنز على عقولنا، لكن هم كاطفال لا، هم اكشلي هم ما عندهمش ليميتيشنز لعقولهم. اكشلي انا كنت خايف لان الاطفال هم سبونج، هم سفنجه بتحطها على اي سطح بتمتص بدون تمييز وبدون تفرقه. لكن الادلتس، لما بدرس الادلتس، انت بتتكلم في حد ممكن يرفع ايده يقول انا مش مقتنع بكلامك، انا مش عاجبني اللي انت بتقوله. لكن الاطفال لا، الموضوع مختلف تماما عنهم. فده كده التريجر. هو فعلا جه منين؟ 2015 انا بدات، وكان متعه ما بعدها متعه. مش بس الخمس ايام از ورك شوب، هو الورك شوب دي هي بتتقفل بان الولاد بيقوموا يعملوا برزنتيشن. فالاهالي كان الكومن ما بينهم سؤال واحد: انت طلعت ده منهم ازاي؟ لدرجه ان في اب انا فاكر كويس قوي بيقول لي انا مش مصدق ان ده ابني. ف سيمبلي هو يعني الاكبر حاجه في الورك شوب دي ان احنا بنخلي الولاد او البنات يبقوا بي ذيم سيلفز براحتك. احنا عندنا وان جراوند رول في الورك شوب دي، اللي هو mutual respect. فاي حاجه تتعمل، انا ما فيش مثلا عايز اخش تواليت، لا مفيش حاجه اسمها ان بعد اذنك لا، خش واقعد. مش مريحاك القعده، انزل اقعد على الارض. حد مش مريحك جاب كرسيين قدام بعض وقعد. ف just be yourself. ده الكور بتاع الموضوع. فبنديهم المساحه ان هم يكونوا نفسهم.